بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله الدرس السابع في الوحدة التاسعة، درس طرح الأعداد الكسرية. خدنا المرة اللي فاتت درس جمع الأعداد الكسرية، النهاردة تكملته عملية الطرح. وفي البداية بنفكر لو عايز تتابع الحلقات على قناة روائع البيومي، الورقيات على صفحة مستر حامد البيومي، وكمان تقدر تنضم للتليجرام اللي هتلاقي عليها الفيديوهات والورقيات وادي المسح الضوئي. تقدر كمان بالكود تمسح الصفحة والقناة. يلا مع بعض نروح لأول مثال معانا يا ولاد. زي ما عملنا في الجمع هنعمل في الطرح. ازاي نطرح الأعداد الكسرية بالنماذج يا ولاد؟ بيقول لي أول مسألة 3 و4 تخماس نقص 1 و3 تخماس. فبقول له أعملها لك حسابيا، قال لي لا بالنماذج، وأنا جايب لك النماذج. أوكي، كلمة 3 يعني 3 أشكال ملونين كاملين. أدي شكل ملون، وادي التاني، وادي التالت ملون. طب يجي ولد يقول مستر انت حضرتك ليه قسمته 5 أجزاء؟ على أي أساس؟ اشمعنى الشكل الملون الكامل قسمته 5؟ أقول له لأن الكسر اللي جنبه مقامه 5، يبقى الواحد الصحيح 5 أجزاء متساوية، وهنا 5 أجزاء وهنا 5 أجزاء. يبقى أنا كده عبرت عن التلاتة. طب بالنسبة للأربع تخماس، الأربع تخماس 4 أجزاء لبني ملونة، 1 2 3 4 لبني ملونين. يبقى أنا كده عبرت عن دي كاملة. طب بيقول لي نقص 1 و3 تخماس. نقص 1 يعني نلغي برواز كامل. طب و3 تخماس يعني نلغي 3 مربعات من الخمسة أهم. طب عايز أعرف الإجابة نجيبها إزاي يا جماعة؟ اللي اتبقى لك إيه؟ أقول له نعد المتبقي. ده 1 متبقي كاملا، وده 1 متبقي كاملا، يبقى تبقى كام؟ 2. طب اتبقى هنا إيه؟ جزئية واحدة من الخمسة، نقول عليها خمس، يبقى المتبقي 2 وخمس. ادي 1 ادي 2 وادي الخمسة اهو، وادي الإجابة اهي. يبقى الطرح بعمل ايه؟ بحذف والغي واشوف المتبقي. على ازاي نطرح الأعداد الكسرية ولكن بخط الأعداد. ونفس المسألة يا ولاد، 3 و4 تخماس نقص 1 و3 تخماس. طيب نعمل ايه؟ اللي قدامنا ده خط الأعداد. هتلاقي مثلا من الواحد للاتنين متقسمين 5 أجزاء لأن المقام 5. من الاتنين لحد التلاتة تلاقيهم متقسمين 5 أجزاء. من التلاتة للأربعة تلاقيها متقسمة 5 أجزاء. أوكي. 3 و4 تخماس. نروح الأول للتلاتة وبعدين نعد 4 تخماس. أدي 1 أدي 2 أدي 3 أدي 4. يبقى الموقع ده اللي مستر حامد بيشاور عليه هو 3 و4 تخماس. طب بيقول لك نقص 1 و3 تخماس. نقص 1 يبقى نعمل ايه يا جماعة؟ انقص 1 يبقى ارجع 1 كاملا. ارجع 1 كاملا ب5 أجزاء كده. ادي 1 2 3 4 5، يبقى انت كده نقصت 1 هنا. طيب نقص ال3 تخماس، يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3. شوف وصلت لحد فين؟ ل2 وخمس. يا سبحان الله، نفس الإجابة بتاعت النماذج، بس دي طريقة ودي طريقة تانية. تعال بقى ازاي نطرح حسابيا، ودي بتاعت الامتحان بقى. دي اللي فات تمهيد. ازاي نطرح الأعداد الكسرية حسابيا؟ أول حاجة نقول 3 ناقص 1 كام؟ 2. طب 4 تخماس ناقص 3 تخماس، 4 ناقص 3 1، والمقام زي ما هو. يبقى نطرح الأعداد الصحيحة من بعض ونطرح القصور من بعض ونطلع الإجابة النهائية. كده خدنا كم طريقة؟ 3 طرق: طريقة النماذج، طريقة خط الأعداد، الطريقة الحسابية. ويلا نروح للمسائل. يلا حبايبي للمسائل. قبل ما نطرح أعلمك حاجة مهمة. إيه هي؟ لازم نتأكد إن الصحيح ده أكبر من ده، وأتأكد إن الكسر ده أكبر من ده. فعلا ده أكبر وده أكبر، يبقى المسألة دي طيبة وبنت حلال. 3 ناقص 2 يتبقى 1. 5 ناقص 4 1.
والمقام زي ما هو. طيب الواحد أكبر من الهوا؟ الخمس أسباع أكبر من السبعين؟ يبقى مسألة طيبة. واحد ناقص مفيش هو الواحد. 5 - 2 3 والمقام زي ما هو. طب نيجي لدي 9 وربع نقص 3. ننقص التلاتة منين؟ من التسعة يا جماعة. التلاتة اشتلها من التسعة يتبقى 6. طب والربع ينزل زي ما هو. شفت سهلة ازاي؟ اللي بعده التلاتة أكبر من الواحد، تمام. الكسر ده أكبر من ده، تمام. لازم الحركة دي؟ لازم. 3 - 1 2. 4 - 1 3. والمقام زي ما هو. الواحد أكبر من الهوا والأربع أسباع أكبر من السبع، يبقى أنا اطمنت. الواحد ينزل وشرط كسر. 4 - 1 3. والسبعة تنزل زي ما هي. 2 ناقص مفيش هي الاتنين. 4 - 1 3. والستة زي ما هي. طيب إجا ولد قال ده التلاتة والستة يقبلوا على التلاتة. ده كده مش في أبسط صورة، نسيب لي 2 عالتلاتة فيها الواحد، عالتلاتة فيها الاتنين. يبقى أنا اختصرتها لأبسط صورة. نكمل. تعال بقى للشكل ده. 9 - 2 وربع. أوبا، لاحظت إيه؟ لاحظت إن جالي في الأول عدد صحيح. دي بقى لها نظام يا بطل. النظام بتاعها بعد ما تصلى على النبي أقول لك نعمل إيه. نخلي ال9 جنيه 8 جنيه. طب ما أنت كده يا مستر حامد سرقت منها جنيه. اقول له ما تخافش، الجنيه اللي انا سرقته هرجعه. يقول لي هترجعه ازاي؟ اقول له المقام ده كام؟ يقول لي 4. اقول له يبقى نخليها 4 على 4. يعني انت يا مستر حامد غيرت شكلها. بدل 9 جنيه خليتها 8 جنيه، والجنيه فكيته 4 ارباع. اقول له بالظبط. طب ليه عملت كده يا مستر حامد؟ عشان اطرح بسهولة. 8 - 2 6. طب اطرح فوق 4 - 1 3 والمقام اهو. شفت الجمال؟ طب ده 14 جنيه. لا يا عم، هنخليها 13 جنيه. طب والواحد المسروق شبه المقام. 3 على 3. كده نطرح بسهولة. 13 - 5 8. طب اطرح فوق 3 - 2 1 والمقام اهو. شفت الجمال؟ طيب انا هسيب دي في الاخر لان دي اصعبهم. تعال لده. 1 - 5 أتمان. هنلغي الواحد. طب هنخلي الواحد كام؟ شبه المقام. 8 على 8. كده نطرح بسهولة. 8 - 5 3 وتحت 8. طب لما يجي لك واحد نلغيه ونخليه شبه المقام. 7 على 7. 7 - 3 4 والمقام زي ما هو. طب لما يجي لي 3 جنيه هنلغيها ونخليها 2 جنيه. طب الواحد المسروق شبه الستة. 6 على 6 ونطرح بسهولة. 2 ناقص مفيش هي الاتنين. 6 - 5 1 والمقام اهو. طب ليه يا مستر حامد قلت على دي أصعبهم؟ أقول لك ليه. الاتنين أكبر من الهوا، لكن الأربع أسداس أصغر من الخمس أسداس. أوبا أوبا أوبا. مش المستر قال لك اتأكد الأول إن الصحيح يبقى أكبر من الصحيح والكسر يبقى أكبر من الكسر؟ فوجئنا بإن الكسر ده أصغر من ده. يعني ما ينفعش نطرح؟ لا ما ينفعش. طب والعمل؟ أقول لك العمل تعمل إيه. أنت نفسك تكبر ده عشان يبقى أكبر من الخمس أسداس. يبقى مين الوسيلة للتكبير؟ إن أنت تغير شكل الاتنين. إزاي؟ زي ما عملنا هنا. نخلي الاتنين جنيه جنيه جنيه. طب والواحد المسروق بقيمة المقام 6 على 6. طب ما هنا 6، أوكي. نعمل إيه في الأربعة؟ نزود لها 6 تبقى 10. شفت القصة؟ الاتنين جنيه خليناها جنيه، والواحد المسروق شبه المقام 6 على 6. ضيفوا على الأربعة على 6 يبقى 10 على 6. كده تطرح بسهولة. 1 ناقص مفيش هو الواحد. 10 - 5 5 والمقام زي ما هو. حتة مسألة مهمة جدا جدا جدا. تعال نكمل. اطرح ولكن 3 مرات. مرة بخط الأعداد،
مرة بالنماذج مرة بحسابيا. 4 و3/4 نعملها ازاي يا جماعة؟ نروح للأربعة أهي ونزود 3/4 أدي ربع أدي 2 أدي 3 يبقى الموقع ده، يبقى المكان اللي شاور عليه مستر حامد ده كام؟ 4 و3/4. طب بيقول لي ارجع لورا 2 وربع، ارجع 2 وربع. هسيبك انت ترجع الوحدتين وترجع الربع بأي طريقة تعجبك. عايز ترجع الاتنين الأول أوكي، عايز ترجع الربع الأول أوكي، وبعد كده ترجع الاتنين. ولد قال ارجع الربع الأول، لو رجع الربع يبقى فين؟ يبقى هنا عند الكام يعني؟ عند ال4.5. وبعد كده يرجع الاتنين وحدتين يبقى عندي ال2.5. يبقى عندي مين؟ ال2.5. ادي الطريقة الأولى. طب نيجي للنماذج. 4 و3/4 يبقى نلون 4 كاملين، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 كاملين. تمام تمام. 4 و3/4 يعني هتلون 3 من ال4 اوكي. يبقى اللي مستر حامد لونه بالاحمر ده الجنب ده 4 و3/4. احذف لي 2 وربع، احذف لي 2 وربع. فين ال2 وربع؟ احذف دي واحذف دي واحذف لي كمان ربع من هنا. مين اللي اتبقى؟ ادي 1 كامل ادي 2 كامل ودي نص، يبقى الإجابة 2.5. طيب عايز أعملها حسابيا، تعالى وأنا أعلمك. 4 و3/4 نقص 2 وربع أوكي أوكي. الصحيح أكبر والكسرة أكبر يبقى نطرح على طول. 4 ناقص 2 2، فوق 3 ناقص 1 2 وتحت 4. بس يا مستر الإجابة دي مش شبه إجابتك، لا دي ولا دي. أقول له والله هي. يقول لي ازاي؟ اقول له الاتنين اهي. ما اللي جاب 2 من 4 اللي هي نص الدرجة يا حبيبي. علي 2 فيها ال1، علي 2 فيها ال2. الربعين نص جنيه يبقى هيها. ونختم بمسائل لفظية. اشترى بدر 1.5 كيلو دقيق ونص كيلو سكر، يبقى اشترى كام حاجة؟ حاجتين. و2.5 رز يبقى 3 حاجات. وعمه عايز الإجمالي، يبقى هنكتب العنوان ايه؟ الإجمالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ نجمع كله يا جماعة. 1.5 زائد النص زائد 2.5. اوكي اوكي. نعمل ايه الأول؟ نجمع الأول الصحيح. هنا 1 وهنا 2 يبقى 3. طب النصين دول ب1 يبقى 4، وفي كمان نص يبقى الإجابة النهائية 4.5. ونكتب له في الإجمالي إن الإجابة 4.5 كيلو جرام. لدى هذه الكمية دي من الكعك. أعطى لأخوه دي، أعطى لأخوه، يبقى نقص. أنا عايز الباقي، يبقى نجيب الباقي إزاي؟ نطرح يا جماعة. أطرح مين؟ الكمية الكبيرة 3 وربع، أنقص منها 2 و3/4. طب قبل ما بنطرح نعمل ايه؟ اتأكد هي ال3 اكبر من ال2؟ هو الربع اكبر من ال3/4؟ لا. الحق يا مستر ده الطريقة الغلسة. يبقى لازم نعدل شكل ال3 وربع يا ولاد. طب اعدلها ازاي؟ تعالى وانا افكرك. هنخلي ال3 دي 2 والمقام زي ما هو. طب الواحد المسروق بقيمة المقام 4/4، نضيفه على الواحد ده يبقى 5، يبقى انت كده كبرته، انت كده كبرته. نطرح بقى. 2 ناقص 2 مفيش. 5 ناقص 3 2. والمقام 4، والمقام 4. 2 على 4 اللي هي ايه يا جماعة؟ علي 2 فيها ال1، علي 2 فيها ال2. طلعت كام؟ نص. يبقى المتبقي نص ايه؟ نص كعكة. خلصت المسألة وخلص درسنا. طرح الأعداد الكسرية يا رب يكون سهل وبسيط ومفهوم يا ولاد.